ازاي اعيد ترتيب حياتي من اول وجديد؟ واجه نفسك بدون مجاملات، خد يوم او يومين لوحدك، اقفل تليفونك، اكتب او فكر بصوت عالي انا غلطت في كذا وضيعت وقت في كذا ومحتاج اعمل كذا، لان طول ما انت متلغوش وعامل ان كل حاجه تمام عمرك ما هتعرف تبني من جديد. امشي ورا عقلك بلاش قلبك، امشي ورا عقلك بلاش قلبك. في دايما صوت جواك بيقولك انا بحب كذا او نفسي اجرب كذا، غالبا لو مشيت وراه ممكن تتسوح. خليك ورا عقلك وخد خطوه بسيطه، لان ده غالبا الطريق اللي هتلاقي فيه حياتك الجديده. راقب نفسك مش عشان الانتاج، عشان الوعي. راقب الوقت مش عشان الانتاج، علشان الوعي. قسم يومك واعرف هو بيروح فين، مش عشان تشتغل اكتر لكن عشان تعرف انت ماشي ازاي. في وقت بيضيع مننا واحنا مش واخدين بالنا، ولما نكتشف ده بنعرف نغير منه بجد. افهم ايه اللي بيستهلكك وبيسرق طاقتك. افهم ايه اللي بيستهلكك وبيسرق طاقتك. ممكن يكون اشخاص، ممكن تكون مواقف، او حتى تطبيقات على الموبايل وبتمص وقتك من غير ما تحس. اعمل فلترة واعرف ايه اللي بيرجعك لنقطة الصفر كل يوم وابعد عنه او قلله. احذف كلمة انا طبعي كده من قاموسك. احذف كلمة انا طبعي كده من قاموسك. الجملة دي اكبر عائق في طريق التغيير. طول ما بتقول انا طبعي كده ودي طبيعتي بتقفل الباب قدام اي فرصة انك تكبر وتتطور. ابدأ قول انا كنت كذا بس ممكن ابقى حاجة جديدة. اسمح لنفسك تكون مبتدئ من غير خجل. اسمح لنفسك انك تكون مبتدئ من غير خجل. اي حاجة تبدأها من جديد هتحس انك ضعيف او مش فاهم، وده طبيعي. المهم انك تكمل رغم الاحساس ده. التقدم الحقيقي بيجي من عند الناس اللي اتقبلت اللي هي تكون مبتدئة، بتتحرك لقدام. الناس اللي حواليك اما بيسحبوا طاقتك او بيرفعوك. لو دايرتك بقت تقيلة او محبطة لازم تغيرها حتى لو بالشكل التدريجي. الطاقة معدية واللي حواليك بيشكلوك اكتر مما تتخيل. رسم خط نهائي وهمي. ارسم خط نهائي وهمي. قول لذاتك انا هدي نفسي 3 شهور مثلا اعيش كأنها بداية جديدة وهقيم بعدها. المدة المحددة دي بتديك احساس بالتركيز والالتزام، كأنك داخل تحدي مع نفسك. خليك واعي ان التغيير مش بيجي على مرة واحدة. دي عملية فيها انتكاسات وتعديل مسار، فلو وقعت ما تزعلش وقوم وكمل، لأن الرجوع إلى نقطة الصفر جزء من الرحلة مش نهايتها.